نوعى، نفصل، نحل، نرحم. اول حاجه نوعى بمشاكلنا. لما كسرت الدنيا وهنت ابني باللفظ ولا مديت ايدي عليه عشان غلط غلطه، هل ده كان رد فعل لتربيه ولادي فعلا، ولا رد فعل لشيء جوايا ان انا ما ينفعش اغلط وبالتالي ولادي ما ينفعش يغلطوا؟ لما سبت الدنيا وقعدت لهم وقعدت اتحكم في كل صغيره وكبيره في حياتهم، انا فعلا بربي ولادي، ولا انا عايزه اعمل حاجه ليها قيمه، ولا يمكن بحميهم زياده من الدنيا عشان انا اتسبت في وقت واتاذيت؟ لما بضغط عليهم ضغط شديد سواء في رياضتهم ولا دراستهم، انا فعلا عايزاهم يحققوا حاجه، ولا انا اللي عايزه احقق حاجه يمكن ما حققتهاش وقتها فهم يعوضوا لي اللي انا محتاجه احققه؟ فاول حاجه محتاج اوعى بتصرفاتي مع ولادي، هي فعلا رد فعل للتربيه ولا رد فعل لمشاكل تخصني انا؟ رقم اتنين، نفصل. لما نوعى بالمشاكل دي هلاقي نفسي بفصل بيني وبين ولادي، وعارف اركز في تربيتهم فعلا واتقبل اختلافاتهم عني واسيبهم يشقوا هم طريقهم في الحياه. تلاتة، نحل. لو لقينا ان في تصرفات متكررة او مشاكل غير محلولة زي ما قلنا امثلة، نروح ونتكلم مع حد ونحل على طول عشان نكون عملنا اللي علينا قدام ربنا وقدامهم. درس مهم قوي للولاد ان انا كأهل شلت مسؤولية اغلاطي او مشاكلي ورحت احل. رقم اربعة، نرحم. نرحم نفسنا ونعرف انه صعب جدا ان ولادنا ما يشيلوش معانا جزء من مشاكلنا. العبرة هنا مش في المثالية خالص، ولا ان احنا نبقى perfect parents. العبرة ان انا على طول بحاول اصلح واتطور واغير واحسن.